شبابنا احلى مساء الفل صباح الفل على حسب التوقيت اللي هتشوف فيه ذلك الفيديو اللعين. في فيديو عالم المورم رميت واحدة كده وقلت فيها انا بكره منهوات الصقل او منهوات الزراعة اللي هي فنون قتالية برضو بس صيني اكتر، وقلت اننا ممكن ناخد الرحلة دي مع بعض ونحاول نشرح عالم الصقل او عالم الزراعة. بس ما قلتش ليه انا ما بحبش منهوات الصقل والزراعة، وللعلم هي منهات مش منهوات، بس اسم منهوة جذاب اكتر واسهل في النطق. زي ما انت شايف انا عملت لك بورد كاملة متكاملة عن اسباب كرهي لمنهات الصقل. حرفيا انا عامل لك برزنتيشن. بس خليني الاول اخدك في رحلتي مع العالم ده. بدايتي فيه كانت منين وازاي؟ وبص يا معلم، بدايتي في منهات الزراعة كانت مع تيلز اوف ديمونز اند جادز، والحقيقة عجبني العالم ده، عجبني شخصية البطل، عجبتني الفكرة بشكل عام وتكوينهم للعالم. وبعدها اكتشفت اكتشاف خطير جدا. الوضع في المنهات او المنهوات عموما يختلف عن الانمي والمانجا. المنهات والمنهوات مثلا في الاصل رواية، وفيما بعد بتتحول لمنهى او منهوة، وممكن بقى فيما بعد يتعمل لها انمي. انما المانجا هي الاصل وفيما بعد بيتعمل لها انمي. المهم يعني عرفت ان اصل المنهات دي روايات وبتبقى مسابقة بعدد كبير جدا من الفصول بتاعة المنهى او المنهوة. فاتسحلت بقى مع العالم ده لفترة كبيرة، وخصوصا اكتر ان روايات عالم الصقل الفصول بتاعتها بتبقى كبيرة جدا، وانا شخص بحب قراية اعمال الفانتازيا بشكل عام، فاتسحلت مع العالم ده اكتر واكتر، وانتشرت بقى من تيلز اوف ديمونز اند جادز لعدد كبير من الاعمال. بس في النهاية ومع التكرار الكتير جدا للاعمال دي زهقت منها في الاخر. وهنا بيظهر لي المنقذ عالم المورم الكوري اللي كان بيصحح ويعالج كل الاخطاء اللي قابلتني مع العالم الصيني. بس خليني في الاول اشرح لك الفرق بين عالم الفنون القتالية الكوري واللي هنسميه عالم المورم، وعالم الفنون القتالية الصيني واللي هنسميه عالم الصقل او الزراعة. عالم المورم بيركز اكتر على الطوائف والمدارس القتالية زي الطوائف الصالحة او الطوائف الشيطانية، والقوة فيه بتيجي عن طريق الفنون القتالية نفسها، بداية من تعلمها لحد اتقانها، وفيما بعد الابتكار والتطوير فيها مع التدريب البدني والكي او التشي كمصدر طاقة رئيسي ومهم جدا. وهدف المقاتل في عالم المورم انه يبقى أقوى مبارز أو فنان قتالي أو سيد فنون قتالية أو يقود الطائفة بتاعته للقوة والمجد. هو ده عالم المورم الكوري باختصار. عالم الزراعة بقى الوضع أكبر وأعقد من كده بكتير، فأنا هحاول على قد ما أقدر أشرح لك اللي أنا فاهمه. بص، عالم الزراعة بيركز على الطاقة والخلود والارتقاء فوق حدود البشر. معناه إيه الكلام ده؟ بص يا معلم، هدف الفنان القتالي هنا هو تطوير الروح والذات عن طريق زراعة الكي. القوة هنا بتيجي من مراحل الزراعة، بداية من تأسيس أساس الكي لحد تكثيف الكي، مرورا بمرحلة تكوين النواة وتقويتها، وصولا لمرحلة الجسد الخالد، واللي بالمناسبة ممكن يموت عادي جدا، فما تخليش اسم الجسد الخالد ده يخدعك. لا، هو جسد خالد بالمعايير البشرية، يعني هو لو إنسان طبيعي يعيش ويتعايش زيه وزيك هيبقى خالد عادي. لو دخل في معركة فحتى الجسد الخالد ده مش هيفيده في حاجه وممكن يموت عادي جدا. المهم هدف المزارع انه يرتقي للخلود او انه يبقى امبراطور سماوي عن طريق تجميع الكي. طيب ما هو الكي بقى؟ الكي هي الطاقه الكونيه اللي موجوده في الكون كله باختلاف او باشكال مختلفه، والمزارع بيتعلم ازاي يمتصها ويخزنها جوه الدانتيان بتاعه. والدانتيان هنا هو الدانتيان اللي احنا شرحناه في عالم المورم الكوري. الموضوع بيبدا بمراحل، يعني في البدايه بيبدا يلاحظ الكي، وبعد كده يجمعه، وبعد كده يكثفه ويخلي جسمه صلب زي الحديد كده، وبعد كده يوصل لمراحل انه يبقى قادر يطير عادي جدا، وممكن فيما بعد يوصل لمراحل انه يبقى قادر يدمر حتى السماوات. والناس في عالم الصقل مش زي بعض. في عالم المورم مثلا تلاميذ طائفة جبل هواء بيستخدموا فن سيف زهرة البرقوق، ويقدر عن طريق الفن ده مثلا انه يهزم شخص عنده كي اقوى منه باستخدام الذكاء واستخدام الفن القتالي نفسه. في فنون قتالية بتتفوق على فنون قتالية تانية عادي جدا في عالم المورم الكوري. في عالم الصقل بقى الوضع مختلف. هنا كل ما جمعت كي اكتر
اكتر كل ما بقيت اقوى. وفي حاجات كتير جدا ممكن تساعدك على تجميع الكي. عندك مثلا احجار روحيه، ودي بتبقى احجره فيها كي بيمتصها الفنان القتالي، او جبال سماويه الكي فيها بيبقى متضاعف بشكل كبير جدا عن المناطق العاديه، او كنوز اثريه وتاريخيه واسطوريه ودي بتقوي الكي لدرجات كبيره جدا، او اعشاب زي الجينسينج والحاجات دي كلها اللي بتساعد برضه على زياده وتكثيف الكي، غير الوحوش الروحيه اللي يقدر يندمج معاها وتساعده وتزود قوته اكتر بكتير. والرتب والمستويات في الصقل اللي بتختلف برضه. عندك مثلا حاجات زي النجم السماوي، التنين السماوي، المحور السماوي، والسلف السماوي، وكل رتبه من دول بتبقى فيها مراحل. يعني مثلا سلف سماوي المرحله الاولى، او سلف سماوي المرحله الثانيه، وهكذا. والموضوع ده ليله كبيره جدا يصعب عليا انا شخصيا ان انا افهمها، ومش هفهمها لاسباب كتير جدا. اديك ابرز مثال، كل مؤلف بيالف رتب على مزاجه، ونادرا جدا ما تلاقي عملين الرتب فيهم زي بعض. كل كاتب حرفيا بيالف ويخترع رتب من مزاجه. حاجه كمان مهمه جدا، معظم اعمال المورم الكوري هتلاقيها كلها غالبا بتدور في عالم واحد، واللي لنفترض انه كوكب الارض بتاعنا. الصقل بقى على الاغلب بتبدا بعالم البطل، وتبدا الدنيا توسع اكتر لحد ما نوصل لعدد كبير جدا من العوالم. اعتقد ان انا هنا شرحت لك عالم الصقل بحكم معرفتي، ولو هنختصر فبمنتهى البساطه الهدف في عالم المورم الكوري انك تكون اقوى مقاتل. الهدف في عالم الصقل هو الوصول للخلود والخروج من دوره الحياه والموت، والسيطره على مفاهيم الكون نفسه. هو الحاد اكبر بكتير جدا من المورم الكوري. دي واحده من اهم النقاط اللي بتخلينا نفضل المورم الكوري عن عوالم الزراعه والصقل، وهي كميه الالحاد اللي بيقدموها في الاعمال بتاعتهم. لو بصيت على عالم المورم في المنهوات الكوريه هتلاقي نوعا ما في بعض المبادئ الدينيه اللي هم بيتبعوها، ايا كانت بقى ايه هي الديانه اللي بيتبعوها. يعني لو بصيت على الطوائف الصالحه فعلى الاغلب هتلاقيها بتتبع بوذا، والطوائف الشيطانيه هتلاقي على الاغلب بتعمل طقوس لها علاقه بعباده الشيطان. ومهما كان اتفقنا او اختلفنا مع اللي هم بيعبدوه في الاعمال بتاعتهم، ففي النهايه الجماعه دول ليهم اله بيعبدوه، ليهم كبير في الاخر يعني. انما الدنيا في عالم الصقل ميغا، حرفيا ميغا. بوذا نفسه ممكن يقلعوه ملط ويمارسوا معاه الضحك عادي جدا، وفجاه تكتشف بعد كده ان بوذا مثلا اللي في العالم بتاعهم ده عباره عن شيء كبير جدا، تكتشف انه عباره عن شيء صغير جدا من مجموعه اكبر منه بكتير. هو عباره عن موظف حرفيا. فنبتدي نعرف المجموعه الاكبر منهم، والبطل يبقى قوي جدا جدا ويعيد نفس الرحله في انه يمارس الضحك والميمز مع المجموعه الاكبر منه. فتفتكر الالحاد هيخلص لحد هنا؟ لا طبعا. نكتشف ان المجموعه دي هي عباره عن خيوط صغيره بيحركها بوذا اكبر منهم كلهم. فالبطل يبقى قوي وجامد جدا يوصل لبوذا اللي اكبر منه كلهم. وهنا نكتشف ان بوذا اللي اكبر منهم كلهم ده اصلا بيعمل كوسبلاي وبيحط الميك اب بتاع اخته عادي جدا. واظن انتوا فاهمين ان مش قصدي ان هو بيعمل كوسبلاي بالمعنى الحرفي، يعني ده استعاره مكنيه. وبما اننا ذكرنا رحله البطل نفسه، فده تاني سبب بيخليني اكره منهوات الصقل او منهات الصقل. هم حرفيا عباره عن شخصيه واحده وكلهم بياخدوها كوبي بيست. كل شخصيات الابطال في اعمال الصقل هي حرفيا نفس الشخصيه بس بتغيير الاسم والمظهر. في بدايه كل عمل من دول بتلاقي فعلا ان الشخصيه لها ابعاد وافعال وتصرفات نابعه منها هي نفسها ومن حياتها ومن الماضي بتاعها، ومع تتابع الاحداث بقى بتبدا تتحول لشخصيه باهته ملهاش غير بعد واحد بس، وهو بعد البحث عن القوة. البعد اللي بيخليها تبدأ تتصرف وتعمل أفعال زيها زي كل شخصيات منهات الصقل. هم حرفيا نفس الشخصية ونفس التصرفات في كل منهى. وده اللي هيخلينا ننتقل بعد كده للسبب الثالث اللي بكره فيه عالم الصقل أو عالم الزراعة، واللي هو نفس القصة، نفس الحبكة، نفس التطور في كل الأعمال، مع اختلاف اسم البطل والمسميات بتاعت العوالم ومسميات الرتب. ودي أكتر نقطة بتضايقني حرفيا. أنت بعد ما تقرأ عدد لا بأس به من أعمال الصقل، ومش هبالغ في أرقام لا خالص، أنت لو قريت 5 أعمال صقل أو زراعة بس هتلاحظ إنك حرفيا قريت كل أعمال الصقل والزراعة، لأن ببساطة كده أنت يعتبر بتعيد قراية نفس القصة اللي قريتها في الأعمال ال5 اللي قبل كده، بس بأسماء مختلفة، مستويات زراعة مختلفة، وأسماء مدن وعوالم مختلفة، واسماء الاعداء مختلفه برضو اكيد، يعني مش هياخدوا اسم العدو هو. وبص كمان لو كان العمل ده 3000 فصل فانت حرفيا هتقرا نفس القصه مش في اعمال مختلفه، لا في كل ارك والتاني القصه هي بتتكرر مع اختلاف مسمى المكان ومسمى الارك.
في النهايه احنا هنقول لك نفس القصه بتاعت الارك اللي فات بس في مكان مختلف مع مستويات صقل مختلفه ومع استمرار كل ارك في كل قصه تقريبا. فانت مش هتلاقي اختلاف واحد بين العمل ال 200 فصل والعمل ال 3000 فصل، لان كلهم في النهايه نفس القصه بس بمسميات مختلفه وعوالم مختلفه. غير طبعا النقطه العبقريه بتاعت ان احنا في البدايه هنقدم لك عدد كبير جدا من الشخصيات القويه جدا اللي اقوى من البطل بمراحل، وهندي لك معاه وعد ان 100 فصل بالكتير قوي من الروايه او 30 او 40 فصل من المنهوى او المنهى وهتلاقي البطل اقوى منهم. وده وعد ضمني في كل منهات الصقل. انا اعذروني بتلخبط بقول منهوى كتير لانها اسهل على لساني. المهم ده اللي هيخلينا نروح للنقطه اللي بعد كده وهي العوالم اللي ما بتنتهيش. بص يا صاحبي، احنا في البدايه هنبدا مع عالم صغير جدا واللي غالبا هيبقى العالم اللي اتولد فيه البطل واللي اتربى فيه واللي بيعيش جواه واللي اتعلم فنون الصقل او الزراعه منه، وبيبدا منه يتدرج في القوه لحد ما يبقى اقوى واحد في العالم ده، وكل ده تحت نطاق موازين القوه في العالم بتاعه. فخلاص بقى اقوى واحد في العالم ده كله، يجي له شخص من العدم مجهول الهويه مجهول الشخصيه يقول له عاش والله يا ابو الصحاب مجهود يذكر فيشكر، بس يؤسفني اقول لك ان في عالم فوق العالم بتاعك والعالم ده قوي جدا وامكانيات تطورك انت شخصيا في العالم ده اكبر بكتير من هنا، بس في ملحوظه صغنطوطه جدا حابب ان انا اقول لك عليها، ان مقدار القوه اللي انت وصلت له في العالم بتاعك ده اللي انت اقوى واحد فيه هو مستوى الشحات في العالم اللي فوق. حرفيا الطفل عندنا بيبتدي من المستوى بتاعك ده، فهنا يبتدي البطل يتحول للجانب الاحادي البعد الواحد اللي انا كلمتك عليه من شويه، البحث عن القوه، فيطلع للعالم اللي فوق ويبدأ يبقى قوي اكتر واكتر ويوصل لقمة العالم الجديد ده. فنكتشف ايه بقى بالظبط؟ مجهود يذكر فيشكر، بس في عالم تاني فوق العالم اللي فوق العالم اللي انت جاي منه، ونفس مستوى القوة اللي انت وصلت له هنا هو مستوى الشحات هناك. فيروح البطل بالظبط يروح للعالم الجديد ويبقى اقوى اكتر، واديني في نفس اللوب بنت الجزمه دي اللي ما بتخلص، عوالم هتجر عوالم هتجر عوالم هتجر عوالم ومش هنخلص. ولا وفي تفصيله يا سلام عليها، لما البطل يروح للعالم الجديد ده فيقابله شخص المفترض انه من سنه ومغرور جدا 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 يعني، والبطل طبيعي عشان ده البطل فلازم يهزمه. فنكتشف بقى ايه سبحان الله انه من عيله كبيره جدا، فيجي ابوه وجده وجد جد جده وجده جده جد جده ونسل العيله كله ل 18 جيل عايزين ينتقموا من البطل. هو ازاي الطفل ده يهين ابننا ويضربه والكلام ده كله؟ لازما الحدث ده يحصل باختلاف كل الاعمال وباختلاف نوع الشخصيات كمان اذا كان ذكور او اناث. صح، دي النقطة اللي بعد كده، الشخصيات الأنثوية. يا سلام على الشخصيات النسائية في عوالم الصقل. بص في البداية احنا هنقدم لك شخصية نسائية قوية جدا ذو هيبة ذو مكانة وكل حاجة حرفيا لحد ما تيجي قصاد البطل، والبطل بتاعنا عشان شجاع مغوار صنديد يهزمها. هنا بتبدأ الشخصية الهيبة ذو المكانة واللي انا قلت لك عليها دي تتحول لشخصية لزجة ستوكر بتراقب وتتابع البطل في كل تحركاته وتلزق فيه وتحبه وتموت في جماله ودباديبه وفاسه وارضه الزراعية بما اننا في عالم الصقل وكده واسلوبه الزراعي كمان، لحد ما فيما بعد تتحول لايه؟ حريم السلطان، مجرد جارية ملهاش اي لازمة. وفي بعض الاحيان كمان البطل بيتخلى عن حريم السلطان دول كلهم لما يروح لعالم جديد عشان يجمع حواليه مجموعة مختلفة من الحريم، هيسيبهم برضو ويروح لعالم تاني ويجمع لوكشة الحريم دي كلها في العالم الجديد. الشخصيات النسائية حرفيا في عوالم الصقل كلهم دورهم بينحصر في الدور ده، في حين لو بصيت على عالم المورم الكوري فانا من غير ما اجمع الذاكره من غير ما افتكر من غير ما اعمل اي حاجه قادر اعد لك دلوقتي عدد لا باس به من الشخصيات النسائيه القويه جدا في عالم المورم الكوري، ودي نقطه مهمه جدا. وغير حاجه كمان وانا شايفها غريبه جدا بالنسبه لي الصراحه، بص المفهوم العام في عالم الفنون القتاليه او الصقل او الزراعه هو التنوير. ما هو التنوير يا صديقي؟ بمنتهى البساطه زي ما قال لنا اعظم صين على الاطلاق والصين المفضل ليا الملك القرد صن ووكونج، التنوير بمنتهى البساطه يا زميلي هو انك تبقى اكتر سلميه. انت شخص قوي لا قوي جدا كمان، بس في نفس الوقت شخص مسالم وحكيم. التنوير هو اكتساب القوة والحكمة والسلام. في عالم الصقل بقى التنوير هو اكتساب القوة، ومع اكتساب القوة دي الشخصيات بتزيد عنف وبتبقى عنيفة اكتر بكتير مما كانت عنيفة في الاول. في رواية اسمها ايه والإترنال، البطل بعد حرب دامية جدا بيسأل زعيم الطائفة عن سبب العنف ده كله، وان في الاساس الناس بيتعلموا الصقل عشان ينالوا الخلود والراحة. فزعيم الطائفة رد عليه وقال له الناس بتزرع عشان تنال الدواء بس الموارد محدودة، فبيقاتلوا بعض عشان ياخدوا الموارد دي. فبمنتهى البساطة يا معلم عالم الصقل بيبيع لك بيعي ان القوي هيقتل الضعيف، ومش كده وبس، لا ده هيزداد قوة كمان
بعد ما يستولي على موارد الضعيف. فما تقوليش ان ده اسمه تنوير يا اسطى، دول عباره عن جماعه من المدمنين بيحاربوا بعض على شحنه مخدرات، انما ده مش تنوير نهائيا. وفي حاجه كمان بقى يابا عليها يا لهوي، دي بالذات بتخلينا انهار حرفيا، وهي المحاولات الكوميديه اللي مش مفهومه لاي حد غير الصينيين. يعني بص هديك مثال، لنفترض اننا عندنا شخصيه اسمها مثلا الزهره البيضاء، فعشان يهقوا ويمقوا عليها فبيسموها اللوتس الاسود، عشان دي ليها دبل مينينج مع كلمه السمكه المالحه. فتبدا الشخصيات من هنا تضحك وتعم بهجه الكوميديا على الارض الزراعيه. ايوه نعم، فين الشرح بتاع الافيه؟ المفروض انا كده فهمت يعني، ما انا مش صيني عشان اعرف افيهاتكم يا جدعان. الكوريين على قد كده بيستخدموا نوع كوميديا نقدر نفهمه، فاغلب الاوقات بتبقى كوميديا مبنيه على موقف، على شكل شخصيه ما، على حدث ما، انما دول كوميديتهم مبنيه على التلاعب بالكلام اللي محدش هيفهمه غير اللي فاهم لغتهم. ايه ده انت دنيا الربيع؟ يعني انت كده سمكه المحيط الزرقاء التي تعاني من البهاق، يا الهي. يابا الكوميديا. واخيرا بقى الآراء السياسية. لو انت ما تعرفش او مش مهتم بالشأن الصيني الغربي بشكل عام او الشأن الصيني الداخلي فمش هتاخد بالك من النقطة دي، بس انا بأكد لك ان 99% من كتاب المنهات الصينية بيعبروا عن آرائهم السياسية جوه المنهوة نفسها. اذا كان بقى من ناحية استعراض النفوذ الصيني على الغرب، وان الصيني اذكى واقوى واهم منهم كلهم، وان شعب هان هو الشعب الاعظم من كل شعوب العالم، وان باقي شعوب العالم دول نكرة وشعوب ملهاش لازمة حرفيا، ودي بتبقى نسبة قليلة نوعا ما قصاد النسبة الأكبر، واللي هي الآراء السياسية الداخلية. زي مثلا إنهم بيسموا منظمات في المنهوات بتاعتهم على أسماء أحزاب سياسية موجودة في الصين. الكتاب دول ضدهم أو ضد آرائهم، وبيخلوا البطل بتاع المنهى يهين المنظمة دي او يكذبهم في العلن ويظهرهم ككذابين واشرار، او مثلا يعملوا طوائف بمعتقدات وافكار احزاب سياسيه موجوده في الصين ويفضلوا يفشخوها اسقاطات، والاسقاطات دي بتبقى مبنيه على كره الاحزاب دي وكمان التريقه على افعالهم. صح، لو ما تعرفش فروايه فانج يوان القس المجنون اتوقفت في الصين لانه اتريق على الحزب الحاكم، وكذا روايه برضو تانية اتوقفوا بسبب ادخال الاراء السياسيه فيهم. وبس هي دي كل الاسباب اللي مخلياني ما بحبش اعمال الصقل، وحرفيا انا ما كملتش اي عمل صقل انا قريته لغايه دلوقتي. انا في اعمال صقل كتير جدا كنت بعمل لها دروب من بعد 20 فصل مثلا، لاني كنت ببدا اشوفهم على امل ان اشوف حاجه جديده، بس بلاقي نفسي بدخل في نفس اللوب هي من عمل للتاني. والعمل الوحيد اللي انا مكمله فصل في فصل لغايه دلوقتي هو Tales of Demons and Gods، وده مش بسبب القصه الفريده جدا، لا خالص، بسبب ان العمل ده ليه معزه عند قلبي لانه هو اول عمل انا بدات بيه. انما حرفيا انا لا مهتم بالقصه ولا بنهاية القصة، ومتوقع أغلبية الأحداث اللي هتيجي كمان. وبشكل عام يعني منهوات المورم الكورية اشترتني أكتر بكتير من منهوات أو منهات الصقل الصينية. الكوريين من وجهة نظري المتواضعة والمحدودة جدا ادوني أعمال متنوعة أكتر بكتير من الصينيين، وبمعالجة أحسن للحاجات اللي كانت بتضايقني في المنهات الصينية. وبس هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبتكم الشكل ده وفكرة البورد اللي بنعمل فيها كل حاجة هنتكلم عنها في الفيديو كده والكلام بشكل عام والاراء والحاجات دي، فقولوا لي تحت في الكومنتات. تاني فيديو اهو في مانجا عويسي بشكل مختلف، اتمنى انه يعجبكم، واتمنى اكتر ان انت لو وصلت لحد هنا حط لايك عشان تساعد الفيديو ده يوصل لناس اكتر، حمسني اكتر ان انا ارجع وانتظم وانزل فيديوهات بشكل منتظم في مانجا عويسي. وشير الفيديو مع اصحابك لو ليك صحاب مهتمين بالكلام العبيط اللي احنا بنتكلم فيه ده، هو مش عبيط قوي يعني، بس هي اهتمامات شخصيه وكل واحد واهتمامه. المهم لو اول مره شفنا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك فيديو جديد، بس اشوفك الفيديو الجاي. سلام.